بديت أول حاجة بالطبق الرئيسي، في برم على نار حطيت شوية تاع زيت ومغرفة كبيرة تاع سمن، دوبت السمن كيما هكا في الزيت ومن بعديكا زدت عليهم بصلة كبيرة رحيتها في الميكسار مع 4 فصوص توم، وبننت البويون تاع الدولمة تاعي بكويس تاع دجاج، تبلت بشوية تاع ملح وفلفل أكحل وراس الحانوت، وخليت البرمة تاعي تتقلى، مرة على مرة نزيد لها هكا بالقطرات تاع الما باه يعني هكا ندوب هذيك البصلة والثوم، باه من بعديكا يعني كي نمرق البرمة ما يجيونيش لي شوت تاعهم في البويون، خليت البرمة تتقلى على نار هادية، ومن بعديكا الروجة هي يعني اللي دارت لنا التحلية تاع اليوم، وحقيقة جات واحدة التحلية بنينة تهبل، بيان سور راني قاعدة نهدر لها في لي ميزور وهي يعني قاعدة تطبق في الوصفة، رحات في الميكسور تحديدا 350 غرام تاع بسكوي، وزادت عليهم كيما شفتوا 3 مغارف كبار معمرين تاع شامية، ووزعت هذاك البسكوي في القاعدة كيما هكا تاع المول، وحقيقةً يعني كي خدمت هاذوما لي كوب واش نقول لكم الدنيا وما فيها، فرحت بلي كوب عفوًا هاذوما على الآخر. بعد ما كملت وزعت هاذوك هذاك البسكويت بدات تحضر في الطبقة الثانية تاع الكريمة اللي دارت فيها 3 مغارف كبار معمرين مليح تاع سكر، و2 مغارف كبار نشا. قالت لي خليني نخدم طول من لي بواط ما ديري لي لا ليتي غير لا والو. بعديكا كي جات باه تحط الحليب غلبها البول هكا كي عاد معمر أنا اللي صبيته لها، الكمية تاع الحليبة كانت قست لها 2 كيسان معمرين مليح وربع، بيان سور الكاسة ويهز 220 مليلتر، وحطيت أنا مغرف صغيرة تاع نكهات البنان، المرة الأولى خليتها هي اللي تحرك كيما هكا، ومن بعديكا كي بدات تعقاد كيما هكا الكريمة خفتها تسيح على روحها، أنا يعني اللي كملت حركتها وصبيتها فوق الطبقة تاع البسكويت، خليت التحلية على جهة تبرد ومن بعديكا زدت رجعت نكمل في الطبق الرئيسي. كي تقلات لي كيما هكا مليح مرقتها بالما وخليتها على جهة تكمل طيابها، وكان سبق لي ودوزنت البرمة تاع الجاري تاعي، خليتها كيما هكا تتقلى على نار قليلة، ومن بعديكا زدت رجعت للي بول تاع الفيون داشي ولا تاع الدولمة تاعي اللي درتها ب250 غرام تاع لحم مرحي، ونص خبزة مرنخة في الحليب، الخبز راح يزكي لي هاد الدولمة ديا ويمدلها واحد الطراوة روعة. حطيت أنا مع الفيون داشي بيضة كاملة وربطة تاع معدنوس صغيرونة مقصوصة صغير، و3 فصوص توم ربيتهم في الراب رقيقة، وتبلت بشوية تاع ملح وفلفل أكحل وشوية تاع راس الحانوت وشوية أنا بركة تاع كمون، وعجنت المكونات تاع الدولمة تاعي كيما هكا بالبيان، ومن بعديكا بعد ما كملت دخلتهم مليح، حطيت في الحاشية تاع البول شوية تاع زيت، باه ندهن هكا الكف تاع يدي كي نجي راح نشكل لي بول تاع الفيون داشي ما يلصقوليش هكا في يدي. بسّطت كمية كيما هاكا تاع فيون داشي وحطيت في نصها فورماج، وقفلت كيما هاكا مليح على لي بول تاع الفيون داشي تاعي، كمّلتهم كاملين بالطريقة هادية. ومن بعديكا زيت قليتهم في زيت سخون، جوست برك ما داوني لون على الجهتين هاكا ما نكترلهمش طياب يعني في القلية تاعهم، أنا نحب يعني نقلي الكفتة هادية ولا الدولمة باه لا بانور هاذيكا شفتِ اللي ديرها كي تتقلى راح كي نزيد نرجّع يعني لي بول تاع الفيون داشي كي نزيد نرجعهم للبويون هاذيكا لا بانور راح تمد لي بنة ولا أروع للمرق تاعي. هنا هاني كيما قُلت راني بعد ما كمّلت شكّلتهم قليتهم. ومن بعديكا كي خداو لي كيما قُلت لون على الجهتين هاني قلّبتهم وحطيتهم في البابي سويتو، ومن بعد زدت رجّعتهم للبويون بعد ما طاب هكا وهبط لي يعني بدا يختار هكا شوية البويون، رجّعت فيه لي بول تاع الفيون داشي تاعي وخليتهم يكملوا طيابهم ويزيدوا يخطروا لي البويون، وفي آخر دقيقة خلاه باه درت الكسرة يعني درتها في آخر لحظة، حطيت شوية تاع قصعة في ال حطيت شوية تاع سميد عفوًا في قصعة، وزدت عليه تانا شوية تاع زيت وسينوج، أنا هذه هي يعني الطريقة تاعي اللي نخدم بها الكسرة، وحطيت مغرف صغيرة تاع ملح، دخلت المكونات هاذوما مع بعضاهم، ومن بعديكا زدت حطيت مغرفة صغيرة تاع سكر، ومغرف صغيرة تانا تاع خميرة، وبليت ولا بديت نعجن يعني في الكسرة تاعي بالما دافي. أنا دايمًا هذه الطريقة تاعي، يعني نعتمد باه نجري هاكا شوية لاباط تاع الكسرة ومن بعديكا ندير لها شوية تاع فرينة، بالطريقة هذيا يعني حتتحصلوا على كسرة طرية على الكيف، حتى يعني يكون نوع يعني كيما عارفين تاع سميد اللي هذا يا أخي ولا مُكتر يعني فيه من نوع تاع سميد ماهوش مليح، كي ندير الطريقة هذه يعني نزيد له فرينة نعدل
يعني الفرينة نعدل بها السميد تاعي. هناني بعد ما كملت لميت هاني زدت حطيت لها مغرف كبيرة تاع سمن ولميتها بالبيان وغطيتها بكيس بلاستيكي وبطرشون خليتها خمرت شوية ومن بعديك درتها ديبول وطيبتها ديريكتومون كيما قلت لكم راني زربانة خلاها. هذاك هو الطاجين تاع الرئيسي ولا الطبق الرئيسي تاعي، يعني حطيت له شوية تاع زيتون أخضر كنت منقعته في مسخون غلا هكا شوية برك وطفيت عليه النار. هنا الرجاي قاعدة تزيد تحضر معايا في البوراك. البوراك تاع اليوم راني درته في الكوشة اليوم الفا يعني نطبقوا معاكم درته في الكوشة وتلما الوقت زربني اني فرصيته طول ودخلته يطيب. المهم لا فرص يعني اني شاركتها معكم في قدام فيديو سابق. فرصيت البوراك ودهنته بشويه تاع زيت ودخلته للفور يطيب مسخن من الفوق ومن تحت. ومن بعديك زدت رجعت أنا والروجة للتحلية دوبت اللي في كاس تاع ما بارد مغرف صغيرة تاع نشا وخليتها على جهة وكنت قصيت لها كعبة تاع بنان كيما هكا دي ترونش عصرت عليهم شوية تاع قرص وحطت هاذوما لي ترونش تاع البنان فوق الطبقة تاع الكريمة تاع البنان بعد ما بردت كيما هكا وتماسكت. ومن بعديك رحت نحضر انايا في الكراميل كيما عارفين يعني الكراميل او دونجي. على هذه ما حبيتش نخليها هي يعني ديرو في كاسرون على النار حطيت نص كاس تاع سكر. خليت السكر هدايا حتى بدا يذوب كيما هكا باه بديت نحرك فيه غير بيد الكسرونه بركا يعني المره الاولى ما نقيسوش خلاه بالمغرف مره على مره نقعد نهز كيما هكا في الكسرونه حتى بقات لي غير حاجه قليله بركا هذا من السكر. باه بديت نعاون يعني فيه ندوب فيه بالمغرف حركت كيما هكا بالمغرف داك السكر اللي بقى حتى نداب لي كامل ولا لي كراميل. ومن بعديك زدت عليه مغرف صغيره تاع زبده طريه. خليت هاذيك الزبدة حتى ندابت حركتها كيما هكا مليح في الكراميل حتى ندابت كاملة. ومن بعديكا صبيت الكاس تاع الماء هذاك اللي حلت لي فيها أريج نشا مغرف صغيرة تاع نشا. حطيت المرة الأولى شوية ومن بعديكا زدت حطيت الكمية الأخرى المرة الأولى ويزيد يرجع يتكتل هذاك الكراميل من بعديكا مع السخونية يعني تاع النار ويزيد يتحل عادي. مي القوام أنايا ما جانيش القوام المطلوب جاني هكا شوية خفيف بيسكو أريج ما فهمتش عليا كي قلت لها تحط مغرف أنايا قصدت مغرف بومبي مي ما عمرتهاش بومبي تاع نشا. من بعديك أنا يعني زدت حطيت نص مغرف صغيرة تاع نشا دوبتها في حاجة قليلة بركة تاع ما وزدتها للكراميل باه تحصلت على القوام المطلوب. كي اختار لي هذاك الكراميل طفيت عليه النار وزدت حطيت فيه 50 غرام تحديدا تاع كاوكاو ريحته خشين وصبيته فوق البنان وخليت التحلية هذه تبرد ومن بعديك قدمتها ودوكا تشوفوها معايا واجدة هي والطبق الرئيسي. وهذه هي طاولة الإفطار تاع النهار الأول من رمضان. قدمت الطبق الرئيسي بشكل هدايا بعد ما اختار هذاك البويان. طفيت على النار وزدت حمرت هذيك القطعة تاع الدجاج وحطيتها كيما كان من الفوق. هاذوما البوراكات بعد ما طابوا وتحمروا من تحت ومن الفوق الشكل تاعهم شوية ماهوش متحوف مي البنة تاعهم واش نقول لكم جا هكا بوراك خفيف يهب الخمن يعني يتقلاف وتشبع في الزيت. هذه الدولمة شوفوا معايا كيف ما قاعدة نقطع فيها بكل سهولة جات واحدة الدولمة بنينة وطرية تهبل. ننصحكم يعني باه تجربوا هذه اللقطة تاع الخبز المرنخ في الحليب حتعطيكم يعني طراوة وتزكي لكم مام الكمية يعني تاع الفيونداشي وتجيكم بنينة روعة. التحلية اللي عاونتني فيها الروجة حبيبة قلبي يعني جات واحدة تحلية بنينة عسل جات تهبل. خفيفة هكا والمكونات جو متجانسين مع بعضهم الطبقة تاع كريمة البنان يعني بنكهة البنان ومام هذه الأخيرة تاع الكراميل جات متواتية مع بعضها بشكل لا يوصف. أخواتي لهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو تاع اليوم وإن شاء الله يا رب يكون المحتوى تاعنا لإعجابكم وإلى الملتقى مع فيديو جديد ومحتوى جديد ودمتم في رعاية الله وحفظه وصحة رمضانكم كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.